تخيل معايا كده لما تكون حضرتك عميل في المخابرات وعايش حياتك عادي جدا، ويجي حد يموت مراتك في تفجير إرهابي، فأنت بقى تقرر تسيب المكتب وتشيل سلاح وتقول لهم وسعوا لي أنا جاي أنتقم. ده مش جيمس بوند ولا توم كروز، ده رامي مالك، وده مش فيلم أكشن تقليدي، ده فيلم جاي علشان يهز دماغك مش يفجرها. أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكاوي سقراط. الفيلم بيحكي عن عميل شفرات في CIA وبيتقلب حاله لما مراته تموت في تفجير إرهابي، وبدل بقى ما بينكسر بيقرر يواجه الجهاز اللي هو شخصيا شغال فيه، لأنه مش بس عايز يعرف مين هو اللي ورا التفجير، ده عايز يدخل اللعبة نفسها. بس المشكلة إن الراجل ده مش مدرب، مش مقاتل، ده هاوي. وهنا بتبدأ الحكاية، مش حكاية أكشن وبس، لا، دي حكاية ألم وانتقام وتشكيك في كل حاجة حواليه. جيمس هاوز المخرج اللي شفناه قبل كده بيخرج حلقات من بلاك ميرور جاب هنا كل خبرته اللي قبل كده. الإخراج دايما مشغول بالتوتر، مفيش لحظة مريحة، حتى المشاهد اللي شكلها هادية الكاميرا فيها بتقول لك حاجة، الكاميرا فيها بتقول لك خلي بالك في حاجة مش طبيعية. وبيستخدم دايما الزوايا الضيقة علشان يحسسك بالعزلة اللي جوه دماغ البطل، وده ظاهر جدا في مشهد التحقيق اللي بعد التفجير. السيناريو هنا بيحاول يوازن ما بين الانتقام والإحساس الإنساني، يعني مش مجرد قصة واحد بيقتل في الناس، ده واحد بيكسر من قواعد لعبة ضخمة جدا وبيسأل سؤال وجودي، لما السلطة ترفض تساعدك انت المفروض تعمل ايه؟ لكن الفيلم احيانا بيقع في فخ التكرار، في حوارات تحس انها بتعيد وتزيد في نفس النقطة. رامي مالك هنا بقى في حالة مختلفة عن كل أدواره المعتادة، مش جاي يمثل، ده جاي يورينا يعني إيه كلمة وجع. تحس إنه مش بيمثل دور، ده تايه فعلا في عالم أكبر منه. راشيل بروسنان كمان كانت ممتازة، دورها مش كبير بس مؤثر. أما لورنس بصراحة فكان من أكتر الناس اللي أضافوا للفيلم ده وزن وقوة. الاسلوب البصري للفيلم قريب جدا من افلام الجاسوسيه الكلاسيكيه، في ضلمه وفي برود، تحس الالوان كلها باهته علشان تعكس حاله اليأس العام. وفي مشهد المطارده في شوارع برلين الكاميرا هاند هيلد بشكل يخلي المشهد كله عشوائي وعصبي وكأنك جوه الحدث نفسه. الفيلم مش معمول عشان تنبسط، ده معمول علشان تتشد وتتوتر وتخرج وانت بتفكر هل فعلا الهاوي يقدر يغلب المحترفين؟ وهل دايما الانتقام هو الحل ولا دي مجرد غريزة بتخلي الناس يضيعوا اكتر؟ لو بتحب افلام الجاسوسية الفيلم ده هيعجبك، ولو عجبك كلامنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لي في الكومنتات رامي مالك ينفع يبقى نجم اكشن ولا لا؟ انا سقراط ودي كانت حكايتنا النهارده، وما تنسوش سقراط دايما هو اللي معاه الحكاية الصح.